ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ احنا النهارده هنتكلم على موضوع مهم جدا، موضوع التضخم او زياده عدد سكان الارض. انا عايز انوه عليكم او اقول لكم كده بسرعه ان احنا في يوم 15 نوفمبر 2022 بقينا 8 مليار شخص على الكره الارضيه، وما اقولكوش ده بينعكس قد ايه علينا، يعني في الاخر لما احنا نخلف ده بينعكس علينا احنا بسلبيات. يعني المشكله ان لما كل ما عدد السكان بيزيد يعني بيحصل غلاء في الاسعار، بيبقى في زحمه، بيحصل مشاكل يعني كتيره جدا. احتباس حراري، بتلاقي الناس مش لاقيه مستشفيات تتعالج فيها من كتر ما في ناس محتاجه تتعالج ومفيش اصلا سراير متاحه. والتعليم بيبوظ اكتر، مبقاش في اماكن في المدارس، تلاقي العيال على بعضها قاعدين على بعض في المدارس. فالمشكله ان كل ما عدد السكان بيزيد ده بينعكس علينا احنا بالسلب للاسف. يعني الناس ما بتفكرش يعني في ايه اللي ممكن يحصل للدوله او للكره الارضيه او للاخرين. كل همهم نفسهم، يعني ممكن الناس تنجب عشان بس فكره ان انا يبقى عندي عيال كتير عشان يبقوا عزوه، تمام؟ يبقى يعني اخلف بقى كتير وكده وانا كده راجل لما اخلف اكتر بقى انا ارجل من غيري. احنا يعني ما بنفكرش غير في نفسنا، ما بنفكرش في على المدى الطويل ممكن يحصل ايه. انت بتساهم لما تجيب اولاد كتير، بتساهم ان في ركود اقتصادي، بتسبب ان البلد اللي انت فيها بتتدهور اكتر، التنميه فيها ما بتبقاش سريعه، تبقى بطيئه. في بقى سلبيات ممكن انتوا ما تبقوش واخدين بالكم منها. انتوا لما تخلفوا اولاد يعني كتير، لما انتوا تجيبوا الاولاد دي، تمام، هل هتقدروا تصرفوا عليهم، ولا انتوا فاكرين ان العيال بيجي برزقه؟ للاسف في ناس هي مقتنعه بمقوله ان الطفل او الطفله بيجوا برزقهم. يعني خلفت خلاص هو هيجي رزقه، فلوس تعليمه هتبقى متاحه، في فلوس لبسه، كل حاجه هتبقى ربنا هيرزقك بيها. طبعا ربنا بيرزق الشخص وكل حاجه، بس ده لو سعى زائد ممكن يبقى حظه مش حلو وما يعرفش ان هو يكفي اولاده باحتياجاتهم، لان الاحتياجات كل مدى بتزيد، كل ما الطفل بيكبر كل ما احتياجاته بتكتر. انت كده بص على المدى الطويل قبل ما تنجب، يعني هل انت هتقدر تصرف على اولادك وهتقدر تلبي لهم كل احتياجاتهم؟ لو هتقدر تعمل كده خلف، مفيش مشكله يعني ايه، واتجوز كل اللي انت نفسك فيه اعمله، بس ما تظلمش الطفل او الطفله اللي انت هتجيبهم، تمام؟ انك انت مش معيشهم حياه كريمه، سايبهم ناقصهم بعض الحاجات او حاجات كتير. حاولي ان انتوا تبطلوا انانيه وان انتوا تفكروا بس في نفسكم. يعني تفكروا ان احنا نجيب اولاد عشان يبقوا عزوه، عشان كذا عشان كذا، اسباب كتير ممكن تدفع الشخص ان هو يبقى عايز يجيب اولاد. فاحنا نحاول ان احنا يعني نفكر كويس قبل ما نتخذ اي خطوه، وخصوصا خطوه مهمه زي دي، ونبص على المدى الطويل، على البلد اللي انتوا عايشين فيها، تمام؟ وعلى ان اولادكم حالتهم هتبقى عامله ازاي، هل هتبقى كويسه ولا هتبقى سلبيه. انا كده خلصت. يا ريت ان انتوا تدعموني بلايك، كومنت، وشير. اتمنى اكون فدتكم. اشوفكم في حلقه جديده. باي باي.